بمجرد ذكر كلمة يابان أول حاجة بتيجي في بالنا النظام والدقة والتطور، وحاجات تانية كتير تحسسنا إن اليابانيين مش بشر زينا، وإنهم مجتمع مثالي جدا لدرجة إننا في بعض الأحيان بنوصفهم بكوكب اليابان وأكنهم جنس تاني. بس كل الكلام ده غير حقيقي. اليابانيين ممكن يكونوا متطورين ومنظمين، لكنهم مجتمع أكيد مليان بالعادات السيئة، بتسيطر عليه الجريمة والمخدرات والدعارة وما خافي كان أعظم. ومن أسباب تطور اليابان في الفترة الأخيرة تقديسهم للعمل بشكل كبير، بل بشكل مرضي، وده أثر في المجتمع بشكل سلبي، ومعاه ظهرت مشكلة ممكن تعرضهم للانقراض. انخفض معدل مواليد اليابان في السنين الأخيرة بشكل كبير لأقل من 1,000,000 ولادة في السنة، وبناء عليه بقى عدد الأطفال في اليابان 16 مليون طفل بس، وده اللي هيخليهم يقلوا 20 مليون بحلول سنة 2040، وعلى سنة 2100 هيصل عددهم ل 46 مليون ياباني بس. وكل ده بسبب انشغالهم المرضي بأشغالهم، لدرجة خلت 49% من الشباب ما عندهمش رغبة في الزواج. وكمان بسبب الإرهاق الشديد في العمل ظهرت عندهم ظاهرة اسمها كاروشي، ومعناها الموت بالسكتات الدماغية أو القلبية الناتج عن الإرهاق في العمل، اللي بتصل ساعاته ل 100 ساعة أسبوعيا. اليابان كمان مش أفضل مكان ممكن تزوره بسبب حاجات كتير، أولهم الأسعار الغالية لدرجة بتخليها من أغلى الوجهات السياحية في العالم، كمان لعدم توفر سلات القمامة لدرجة خلت الشعب الياباني يعتاد على حمل القمامة في حقائبهم طول الوقت. كمان بيمتاز الشعب الياباني وعلى عكس المثار عنه بتفكك العلاقات الأسرية والمجتمعية بسبب احتلال التكنولوجيا الحديثة محلها. وبسبب ده والأسباب خاصة بالبطالة، فإن معدلات الانتحار في اليابان هي من الأعلى عالميا بعدد 22,000 فرد في سنة 2022، وبنسبة 18 شخص من كل 100 شخص، ودي نسبة مهولة جدا بتدل عن حالة الاكتئاب اللي بتسود المجتمع. كمان اليابان مش مكان آمن للإقامة فيه بسبب تواجد عصابات الياكوزا المافيا اليابانية اللي عمرها في اليابان يتجاوز 400 سنة، وعددهم المعلن عنه يتجاوز 200,000 فرد، وبيسيطروا على كل المجالات، الشرطة والحكومة والأعمال، وكل حاجة تقريبا بتحصل في اليابان لازم تتم بموافقتهم. اليابان مش كوكب ولا ينفع يتضرب بيها المثل زي ما بيقولوا ان هم بلد النظام والتطور والعلم، والافضل لينا كشعوب عربية نركز على ثقافتنا الاصيلة ونحاول نطور نفسنا ونبطل مقارنات تافهة معتمدة على البروباجندا الكذابة. بعد ما شفت الوش التاني لكوكب اليابان لسه تصدق كل اللي هيتقالك؟